الكبيدات، كيف راكم دايرين؟ كلشي مزيان كما العاده. مرحبا بكم في قناه الحصار بنت الغربه او كوسينه الحصار. كما تشوفوا جيت باش نشارك معكم الطريقه كيفاش يعني نشرملوا الدجاج محمر، كيفاش توجدي له تشرموله وتشرمليه وداكشي وتوجديه باش تحمريه. هذه هي الطريقه ديالو. ندوزو للمقادير. نشوفوا الكبيدات كما تلاحظوا عندنا هنا الدجاج اللي مغسول ومنقي. بالي بغيتو تكتشفوا الطريقه، راه حاطه طريقه الغسيل ديالو كيفاش نغسلوا الدجاج وما يبقاش يعني ريحه الزفوريه فيه وداكشي. بالي كاين هنايا عندي حامضه الحايله. بالي كنوجد هاد الحامض يعني الراسي عاوتاني. كاين نص حامضه اللي ناخذ غير يعني العصير ديالها. كاين الثومه بالي يعني مطحونه ويعني ديجا الطريقه اللي كنوجدها تقدروا تدخلوا تشوفوها، والقزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه بالي كاين هنا العطريه ديال الدجاج اللي كنطيبوا بها الدجاج، كتكون مخلطه كتشرى واجده. كاين الملح، كاين الزريعه يعني كما نقولوا ديال الحبوب قزبر مدقوقه. كاين الكولورانتي او الملون او بورخيم بلو الخرقوم. وهنا العطريه كامله كنوجدها انا بهذه الطريقه ديالي، كنخلطها لراسي. تقدروا تدخلوا تكتشفوها عاوتاني الفيديو ديالها. بالي طريقه كيفاش كنوجدها يعني فيها سكينجبير، فيها الخرقوم البلدي، يعني فيها الابزار، فيها الابزار الكحل والابزار الابيض. بالي البنات يعني العطريه كنخلطها كامله وكنديرها في واحد القريعه، وملي كنبغي نطيب كتجيك ساهله. يعني كتحطي عاد كتبقاي تجبدي كل وحده كنجمع كلشي في قرعه وحده انا وكنلقاها واجده. حنا كناخذ الحاشوار. بالي الكبيدات كنهبط هاد القزبر ومعدنوس. الثومه ديجا طحناها باسطه الثومه ولكن غادي نحطها. بالنسبه هنا للكبيدات الحامض مصير. بالي كنهبطو هكايا يعني مرقب كيعطي واحد المذاق باموس. لاحظوا كيجي معسل. طريقه الحامض كتجي زوينه. هنايا كنعصر يعني هاد العصير ديال الحامض. نكب العطريه كامله كما تشوفوا. انا هاد السمن كنوجدو لراسي. كل ما كيضرب مده طويله كل ما كيزيد يحرار وكيعطي واحد الريحه غزاله. انا عزيزه ليا السمن مالح بزاف. بغيتو تكتشفوا الطريقه تقدروا تدخلوا للقناه ويعني وتطلعوا الطريقه ديال السمن المالح. كندير هاد المعلقه عامره صغيره. بالك الكبيدات نزيد واحد 8 شينس ديال الماء هنايا. كندوز هادشي الهشوار غادي نطحنو. بالي كاين هنا الدجاج. بالي غادي نهبطهم هكا. كتجي البنات هاد التخليطه واعره كتجي غزاله وسهله في بلاصه. يعني اللي عنده الحنانه او المونينيكس او هكا الهشواره في البلاصه، واللي ما عندوش يعطي البابا بالمهراز. راه المهراز كيخلي العطريه غزاله. باش ديك العطريه كندخلها مع الزدر باش يعني الزدر كيجي بنين هكا. هكايا كنحلها هكايا. بالي كنزيد طريقه اخرى هنا. لاحظتوا الكبيدات هكا. بالنسبه لهاد سميتهم غادي نحيدهم كنديرهم مع الدغميره. نحيدهم كنزيدهم مع يعني مع الكنزه والقلب والكبده وداكشي ديال الدجاج. يعني ممكن نديرهم في الدغميره حتى ما يطيبوا وحدهم. بالنسبه هنا للدجاج العطريه كنخشيها مزيان هنا بين الفخاده الكبيدات. هنا البنات كنخشيو هنايا والفروج انا من كنكون نغسلو كنطردق له فخادو هكا. تجي مع الفخاده على الفخاده هكا البنات وكطردقيه باش كيخرج له داك الريوب وداكشي اللي كيكونوا هنا ما بين هاد الفخاد راه كيخليوه الدجاج زفر من كيطيب. حاولوا ديروا له هاد الخدمه. بالك الكبيدات هنا كنعمرو مزيان هنايا حيت حنايا ما كيجيش الدجاج. حنايا عندنا هنايا فين نجمعوا له رجليه كنعقدوها بالخيط. هنايا كيحيدوه له ديجا من الجزار كيجي من الماكينه كيجي محيد هكا مقطع. هنا هاد الحلات ديال الزر كنعمرهم البنات هكا بالعطريه هكايا. نزيد هكايا. المهم العطريه تدخل للدجاج مزيان بالضبط في الزر حيت الزر ناشف خصو العطريه باش كيجي ثاني بنين. دابا العطريه اللي كتبقى كنجمعها وكنديرها في الوسط ديال الفروج البنات هكا. وتخشيو العطريه ما بين هنا الجلده بالي والزدر. هنايا تخشيو مزيان العطريه. المهم بينات الفخاد هكا
بالي في العنق. المهم العطريه تكون في الفروج مساريه كامله. بالي وكلوه بالخيط مزيان، وانتما فاش يطيب ويتحمر راه كتحيدوا له الخيط، يعني هذه راه باينه. كما تلاحظوا الكبيدات كان هكايا على هاد الطريقه هذه وجدناه. يعني هنا شرملنا الفروج، غنخليوه يبات واحد الليله كامله، ولا غدا تقدروا طيبوه او دوزو طيبوه، يعني اختيار كيبقى لكم. انا شاركت معكم هاد الطريقه يعني كيفاش تشرملوا الدجاج بالي، او نفس العطريه اللي كديروا الدجاج كديروا للدغميره بالي. الكبيدات كتطلع غزاله وكتطلع زوينه، وقلت علاش ما نشاركش معكم الطريقه، وكنتمنى تعجبكم وشكرا.